السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق ان النوس بيقع. الحق ان النوس اللي انت مدلعه من السبعينات والثمانينات بيقع. الحق اتصرف بسرعة. بصراحة فعلا الواحد غضبان. يعني حرام، الظلم ظلمات. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه واحنا مستحلينه بشكل غريب، حتى في الترفيه والمتعة. الحق ان النوس عين الهه بيقع. اجري عين حكم الدنيا كلها بتتكلم عليه من السنه اللي فاتت، ومعروف ان هو متنين على عينه وموكوس ولا بيعرف يحكم وذمته فيها شبهات، واحنا جايين نجيبه تاني في نفس الواقعه في نفس الفرقه لنفس الفرقه. ايه هو احنا ما وراناش غير الافلام دي؟ هو احنا ما وراناش غير الحوارات دي؟ يعني بدأنا الموسم وقلنا يا مسهل الحال يا رب. بين اللي زيزو في ماتش الاهلي زي الراجل بايده قلبها مصارع روماني، حتى الفار ما وقفش. ماتش الزمالك دونجا بيشوط الكوره، يعني الباك مسك ايده من الوجع، الفار ما وقفش، خبطه في ايده، عدت وعدت مفيش مشكله. اخطاء الحكام وارده، ونجاة وصباح وشاديه وكل المطربات ماشي. انا عايز افهم بقى ايه الحكمه من 201 دوله، حوالي اكتر من 4 او 5000 حكم متأيدين في الاتحاد الدولي، مفيش غير عم غفير رخص. طبعا هو ما اسموش كده، بس انا مسميه غفير رخص. هو اسمه خفير رخاص عشان بس ما يطلعش واحد فلط يعلق. انا مش متعود اتكلم معاكم كده، بس الصراحه الواحد اتخنق. يعني من استغضب ولم يغضب فهو حمار، ده كلام الامام الشافعي. انتوا ليه بتعملوا كده؟ ونرجع لما نتكلم دور المظلوميه اللي انتوا عايشينه، نظريه المؤامره، الحقونا التتار هجموا. ايه هو في ايه يا جدعان؟ يعني مفيش غير الحكم ده؟ على فكره احنا ما تفرقش معانا كزملكاويه، الاهلي يكسب بيراميدز يكسب، كده كده الماتش في صالحنا باذن الله ايا كانت النتيجه. بس الظلم وحش. اشمعنى الحكم ده؟ نفس الواقعه تقريبا مع فرق بسيط قوي، واقعه ماتش الاهلي والزمالك، قادر عبد العظيم وجمال صدقي، ووفد من الزمالك راح ووفد من الاهلي راح، عايزين حكام مصريين ماشي. الاهلي اعترض على جمال صدقي، الزمالك اعترض على قادر عبد العظيم، 5 اطقم تحكيم ينزلوا يسخنوا قبل الماتش، لا فيهم قادر عبد العظيم ولا جمال صدقي. هوب اللعيبه بعد ما تسخن وتغير تلبس لبس الماتش ونازله يلاقوا في وشهم قادر عبد العظيم. طبعا انا بدمرك نفسيا، ده شغل مخابرات مش كوره ولا رياضه ولا تنافس. وطبعا هو ظلمكم في حاجه، هي سوزي محتاجه شغل يعني في ايه؟ اشمعنى يا عم رخص؟ اشمعنى؟ مفيش في الدنيا غير رخص؟ ما انتوا السنه اللي فاتت انسحبتوا عشان الحكم ومش موافقين على الحكم، واتفبركت برضه ولغايه دلوقتي متعلقه في الاتحاد الدولي. وردود الرابطه اكنهم لو هو خال النادي الاهلي مش هيرد الردود دي. اصل روح القانون، اصل الروح الشريره، اصل توب موفيز، واي هلي واي هزي برضه هي نفس اللفه، ومفيش اي ادراك. يعني مفيش اي مسؤوليه. طب انتوا بتهتموش بمصلحه المنتخب، مصلحه الكره المصريه؟ ما هي سهله جدا، الواحد يقعد على شويه كده ويلم المخالفات دي من الثمانينات ويبعت بيها ملف للاتحاد الدولي. ليه؟ اصل القصه بالنسبه لنا سهله، احنا الحمد لله جمهور الصفوه، شغل الميديا والتكنولوجيا والكلام ده اصغر زملكاوي ممكن يشتغل عليه عادي، مش تفرق بالنسبه لنا، وقاعدين عادي برضه. لكن اللي انتوا بتعملوه ده ظلم، والله ظلم. ليه؟ ده احنا ما صدقنا ربنا نفخ في سوره المنتخب، وصلنا ان شاء الله بنسبه كبيره جدا كاس العالم، والامم وصلنا لها ومظبطين حالنا وعايزين ان شاء الله نبقى كويسين. ايه يا عم الشغل ده؟ ما تفهمونا هي مصالح وبزنس، خلاص نكبر دماغنا ونبط. انا هتفرج على MC اكشن، وهقول لاخويا يتفرج على توب موفيز، هو بيحب افلام الرعب، واخويا التاني يتفرج على هندي، واصحابي يتفرجوا على قناه التت، عادي. بس والله شكلكم بقى وحش قوي. انا اللي صعبان عليا اكتر منكم جمهور الاهلي والله. رايحين متساقين سوقه جامده كده وبيقولوا مبررات، الواحد بيصعب عليه ان تلاقي واحد فعلا زي ما حازم امام قال يبقى كويس ومتدين ومؤدب واخلاق، تيجي سيره النادي الاهلي صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لا شايف ولا سامع. يعني النهارده لسه بوري حبيبي، واحد حبيبي جدا، الكره بتاعت حسين الشحات وهو دايس على بطن محمد حمدي، يعني الراجل بلعه فم المعده واتحسبت بيلن وب3-2، ادي 3 بونت غير ال3 بونت اللي ما رضوش يخصموهم منهم، يعني الاهلي خسران الدوري ب5 بونت. يقول لي لا 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 ده واقع قبليها. قلت له جاله اغماء، جاله هبوط. ما هو بص الرد والمبرر، مع انه والله العظيم رجوله السنين، بس جه عند دي لا شاف
ولا سمع ولا شم حتى. غريبه يعني دي كده والله العظيم. انا بشوف ايه يعني مواقف وطرائف. يسري غراب الله اعلم بقى، لو حي ربنا يكرمه، لو ميت كان راجل جميل رحمه الله عليه. تعبتونا والله العظيم. طب نشغلها في عالم الحيوان، يعني نتفرج على كوره في عالم الحيوان، في عالم البحار، في عالم الطيور. انتوا بتفرجونا على حاجه جديده. اشمعنى الحكم ده وبيراميدز دلوقتي بيهدد بالانسحاب؟ انتوا بتعملوا مشاكل من اول الموسم ليه؟ اشمعنى الحكم ده؟ نبعت وراه من اتنين من النصريه من السلاسل عندنا يراقبوه عشان نعرف انتوا ناويين تعملوا معايا. والله العظيم مسختوا الدنيا. ولو واحد قعد يعد وقائع وتفاصيل من السبعينات، من يوم ما الواحد بدأ يتفرج على الكوره، قعد بيقول على السكر أكر وعلى الشوكولاته لاطه، اقسم بالله يعني هزعلكم. وانت نظريه المؤامره ونظريه المظلوميه واللي مش عارف ايه. يا عم والله العظيم مش هينفع كده. ارحمونا بقى، خلاص بقت متشافه وفي فار وفي قطه وفي كل الحيوانات، فشكلكم بقى ماسخ قوي. عموما ان غدا لنظري قريب. والله اللي انتوا بتعملوه ده غلط ومش هيعدي على خير. مش عشان حاجه، دي بلدنا اهم من اي حاجه، ده منتخب اهم من اي حاجه، ودي رياضه افهموا. لو حد بيتربح من وراها يروح يتنقل يعمل بيزنس بعيد عننا. سيبونا نتمتع بالحاجه اللي فضلنا. ده الدوله نفسها واقفه ورا الرياضه وبتدعمها. والله ما ينفع كده ومش هتعدي كده. ارض بتتسحب وليله سوخه واي كلام في اي هزي، لا يطلعوا اشعه على واد بياخد منشطات، لا مش دي مش كوره كده، ده كده شغل مافيا. عموما ان غدا لنظيري قريب، وهنتقابل بعد ماتش الاهلي وبيراميدز. السلام عليكم ورحمه الله.